انا حزنان. ليه بس بعد الشر يا ريس؟ حزنان حزنان ليه؟ ضحكني يا قصير. نعم. احكي لي نكات. نكات ايه ونيلة ايه؟ وحضرتك تفهم النكت بتاعت المصريين يعني؟ انا احب نكات مصريه، احب افلام قديمه مصريه. بتحبي مين حضرتك؟ كمال شناوي طبعا. هند رستم. طبعا فنانة عظيمة هند رستم. هند رستم. اعمل ايه طيب؟ هند رستم. اعمل ايه يا رفاعي؟ انقذني. يا مهون هون هقول، يا مهون هون على طول وتروح بلدك. اخرس بلاش هند رستم. ما حضرتك اللي قلت. احكي لي نكات. حضرتك عارف نكتة هاني وعم ابراهيم؟ هاني ده كان ساكن في عماره في الدور التاسع، وعم ابراهيم ده البقال اللي تحت، وهاني ده كان واد غلس قوي من العيال والشام حبيبه دي عارفهم، فكان يقف كل يوم يقول له عم ابراهيم يا بقال، فعم ابراهيم يقول له نعم يا استاذ هاني، يقول له عندك سكر؟ يقول له اه، يقول له ربنا يشفيك، على اساس بيستفزه يعني. اقولها تاني ولا اعيدها ولا ايه؟ احكي نكات. نفس العماره، عم ابراهيم اللي تحت والواد هاني الغلس، فاكرهم؟ طلع برضو هاني قال له عم ابراهيم، فعم ابراهيم طلع قال له يا استاذ هاني انت عايز سكر؟ في هاني بقى من فوق قال له لا عندي، فعم ابراهيم قال له ربنا يشفيك، على اساس بيردها له يعني. عجبتك نكته دي؟ انا بضحك على نكته اولانيه. اغرس. بقول لك ايه، ضحكني يا قصير. اعمل ايه؟ في زمان في مصر فرقة ثلاثي أنوار مصر. ثلاثي اضواء المصر. أيوة ثلاثي. طب اعمل ايه؟ كانوا بيقولوا كتفوتو كتروت كتموتو كتموت. كتموت. ايوه ايوه فاكراها يا ماما؟ كتموت. اوكي حاضر، يلا يا اولاد. كتموتو يا حلوه يا ورده، نبي حرفك يا اختي يا قطه. هي دي؟ كتموت. يخرب بيتك.